وحشتوني وحشتوني والله وحشتوني جدا. بص جايلكم النهارده بحماس قوي مع نشأة النهارده ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله مميزة. عايزين ندعي للعروسين ان ربنا يا رب يبارك لهم في حياتهم ويرزقهم فيها الخير والبركة والسعادة يا رب، يهنيهم بشقتهم ويرزقهم بالذرية الصالحة عاجلا ليس آجلا يا رب. عايزه اقول لكم مامة العروسة كانت من الناس القمر، سواء هي او باباها كانوا ناس محترمين جدا جدا وقابلونا استقبال طيب حقيقي. انا مبسوطة جدا بمعرفتي بيهم، كان ليا الشرف ان انا اكون معاهم واشاركهم لحظاتهم السعيدة. وليه كامل الشرف والسعادة ان انتوا بتتابعوني، والله ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. تعالوا نتفرج على كل تفاصيل شقة عروستنا النهارده. هي بتميل قبل الكلاسيك، هتلاقوا الريسبشن ذوقه كلاسيك بحت ما شاء الله، بس برقي كلاسيك، بس الكلاسيك البسيط. حتى في الحاجات اللي هي جايباها جوه النيش سواء كريستالات او طقم صيني هتلاقوها ذوقها مميز وراقي جدا. اللهم بارك يا رب، ربنا يهنيها بكل حاجة عندها. قولوا لي كده ايه رأيكم في رصة النيش؟ لأن الشقة دي أنا تقريبا فرشاها من سنة أو سنة وشوية، من فترة يعني مش من فترة قليلة. عجبني جدا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. التفاصيل بتاعة طقم الشربات ما كانش ينفع ان هو يتحط بصراحة معاه حاجة لأنه قيم جدا وأنتيك. حاطط لها هنا جزء من الطقم ده مع بعضه كده ما شاء الله. المفارش دي مفارش هاند ميد، بس طبعا عايزة معاملة خاصة في غسيلها والتعامل معاها. أنا كان عندي حاجة شبه كده بس الخراز اللي فيها وقع من الغسيل الغلط او الاستخدام الغلط يعني، فعايزة حذر في التعامل. بس طبعا ما شاء الله بتبقى لايقة جدا مع العفش الكلاسيك او مع الذوق ده عموما. حطيت لها الطقم الابيض في بين كده كامل في الضرفة دي ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى حطيت طقم الشربات ده كده في اول رف برضو لوحده، والرف التاني حطيت لها طقمين كاسات مع بعض. ده كده كان الشكل العام للطقم، ربنا يبارك يا رب. وحطيت لها هنا طقم الكاسات ده طقمين كاسات مع بعض، ودخلت لها هنا بقية الطقم الصيني. عجبني قوي ما شاء الله، وشكل البوفيه بتفاصيله بالمرايات بتاعته بالشغل البارز اللي فيه بالاوكر الجولد البسيطة والاكسدة اللي موجودة في شكل البوفيه. كمان فكرة المراية نفس شكل السفرة بالظبط ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. السفرة بصراحة في حتة تانية، ربنا يهنيهم بيها يا رب. اما الانتريه كان في منتهى الرقة والبساطة ومنور كده ما شاء الله. للعلم انا معايا فيديو للشقه دي كامله بعد الفرش، لو حابين ان انا انزله لكم اكتبولي في الكومنتات. ولو حسيت ان في حد يعني عدد كبير مهتم ان الشقه دي تنزل بعد الفرش كلها هنزلها لكم باذن الله. زي ما انتم شايفين المطبخ ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. مساحته كانت ما شاء الله مساحة محترمة ومستغلة لحد السقف، وده مهم جدا سواء في مطبخ كبير او صغير، عشان لو حاجتك كتير تقدري تلمي حاجتك فوق. لو انتي كمان حابة فيما بعد تشتري حاجات وحابة تبدلي بين الحاجة اللي موجودة في الدرف اللي تحت او تخزني اي حاجة في المطبخ من فوق، بصراحة الموضوع ده ممتاز جدا وبيريح العين من الكركبة اللي بتكون موجودة في المطابخ اللي الناس بتحط فيها الحاجات من فوق. من الحاجات اللي بتفرق جدا الإضاءة في المطبخ، بتفرق سواء في النيش بتاع المطبخ أو في المطبخ نفسه. زي ما انتم شايفين تدريجات الإضاءة أو مع اختلاف الإضاءات اللي انتي ممكن تنوريها فتحس التغيير كل فترة. الترامس دي عجبتني قوي فحطها لها في النيش، حطيت معاها كاسات وحطيت برضو في الرف اللي بعده كاسات. هنا حطيت طقم الشاي والجاتوه وهنا حطينا كاسات وهنا حطينا الطقم ده. فاكرين كان في جزء منه موجود معانا بره في البوفيه. انا مش عارفه ليه الضرفه دي انا ما فتحتهاش، بس احيانا وانا بصور بكون حرفيا استنفذت طبعا في الشقة، فمبيبقاش عندي طاقة ودماغي ما بتبقاش حاضرة. أحيانا ممكن أنسى أصور حاجة يعني على اعتماد إن مثلا الضرفة باينة من بره فأنا مش هفتحها، مش فاهمة ايه الفكرة من كده. حطيت هنا الأطباق دي في الضرفة دي كده كاملة، كان شكلها حلو قوي فحبيت إن أنا أظهرها لها، عشان كده حطيتها على ستاندات. أما هنا حطينا الكوبايات الزيادة اللي هي مش هتستخدمها وحطينا معاها طقم حافظ الحرارة. الضرفة دي حطينا فيها المجات بما ان تحتها على طول الأجهزة الخاصة بالشاي والقهوة. الضرفة دي حطينا فيها كاسات اللي هي تقدم منها للضيوف. اما في ضرفة النيش دي حبيت ان هي يكون فيها كل اطقم القهوة سواء الاستكانات الفناجين القهوة. وعجبني جدا طقم الاستكانات اللي كان موجود في النص، شكله تحسوه شكل الحاجات بتاعة المغاربة او معرفش ده تبع ايه، بس هو في المجمل شكله حلو. هنا معانا المطبقية فوق الحوض على طول. في ناس بتحب المطبقية العادية اللي زي كده، وفي ناس بتحب تحط الحاجة في رف عادي، تحط الكوبايات وأطقم الأطباق اللي هتستخدمها.
عجبني اوي طقم السمك ده، فحبيت ان انا اوزعه في الجنبين، هنا في ضرفة وحول برضو الناحية التانية جنب الشفاط برضو في ضرفة تانية، فالاتنين بالظبط نفس الطقم، بنفس التقسيمة بنفس التوزيع بنفس كل حاجة، عشان تبقى الواقف يبقى عينه مرتاحة. هنا فوق الميكرويف حطينا طقم القشر، ده كان زيادة عن الحاجات اللي موجودة تحت، هي مش هتستخدمه دلوقتي فلذلك رفعناه. وهنا حطينا الضرفة دي فيها كاسات كريستال مع كاسات سيلفر، الناحية التانية كنا حاطين الكاسات الجولد. كنت مقرباها للعروسة اكتر بما ان هي اصلا شقتها برا او الريسبشن عندها كلاسيك. حطيت لها هنا صواني الفرن والقوالب اللي هي ممكن تحتاجها تحت الفرن على طول، وحطيت معاها المصفى الألمونيا وكمان المبشرة. في الضرفة دي حطينا فيها الرفايع، العروسة مش مبالغة في الرفايع، جايبة الرفايع بتوازن جدا، وهي اصلا ما شاء الله عاقلة يعني في اختياراتها للحاجة. الدرج ده حطيت لها فيه الطاسات، وحطيت فيه كمان الحلة بتاعة القلية وكمان الجريل. اما هنا في الدرج اللي تحت حطيت فيه الصواني بتاعة التقديم سواء الخشب او المعدن. طبعا الظرف اللي انا بتخطاها دي اكيد ظرف خزين لان أنا مش بصور خزين بصراحه. حطيت لها هنا طقم التيفال، وتحت حطيت لها طقم الاستانلس كامل بالكنك بتاعه. وبكده الظرفه دي رصينا فيها الحلل بارتياح عشان تكون اغلب الحلل سهل عليها استخدامها صاحبها، وان هي ترجعها تاني في مكانها. الظرفه دي حطيت لها فيها البايركس سواء القوالب البايركس او البولات. اما هنا حطيت البلاستيكات بالشكل ده، وزعت لها هنا علب التلاجة. في الظرفة دي حطيت لها فيها الأجهزة، مكانتش هي حابة الأجهزة تكون فوق، فحطيناها في الظرفة دي ما شاء الله. بما ان العجان كبير وكان ارتفاعه كمان اعلى من الظرف اللي فوق وحامله ما شاء الله، فحبيت ان انا اخليلها بقى الاجهزه كلها في ظرفه واحده، فخليناها في الظرفه اللي انتوا شفتوها معانا دي. وبكده المطبخ معانا خلص، تعالوا بقى ندخل بينا على غرفة الأطفال ونشوف فرشنا لعروستنا القمر دي حاجتها ازاي. زي ما انتوا شايفين أوضة ما شاء الله اللهم بارك في منتهى الرقة، حتى ورق الحائط اللي موجود ورا بسيط مفهوش تكلف ولا فيه مبالغة. تعالوا كده نشوف الحاجات اللي جوه. حطينا لها كده كام تاتش كده. في الرف اللي فوق حطيت لها الكوفرتات بتاعه الاطفال، وفي نصهم كوفرته برضو تحتها فوط، وحطيت هنا الدفات اللي هي على شكل الدبدوب ده. طبعا انا هنا ظهر لها الرسومات، في عرايس بتبقى مش حابه كده، وفي عرايس بتبقى حابه ان هي تظهر حاجتها بتفاصيل تاتشات بسيطه كده، بتفرق في شكل دولاب الاطفال بصراحه وبتبروزه. فكل عروسه بنعمل لها الحاجه اللي تناسبها والحاجه اللي تناسب ذوقها. تعالوا نشوف مع بعض الضرفة التانية رسمنا لها فيها ايه. حطيت لها في اول رف فوق لحاف السرير الكبير وجنبه بعض الفوط، والضرفة اللي بعدها حطيت فيها الملايات وظهرت برضو الرسومات اللي عليها. اما في اللي بعدها حطيت فيها الدفايات، واللي بعدها حطيت فيها المفرش والقطيفة وكمان الكوفرتات. وبكده حاولت ان انا اظهر لها او انسق لها الحاجة اللي موجودة في دولاب الاطفال. شكل الدولاب من بره ما شاء الله اللهم بارك كان حلو جدا، شبه البانوهات كده في منتهى الرقة والبساطة. بس طبعا الحاجات دي بتبقى محتاجة اهتمام ونظافة باستمرار عشان بتجمع تراب، وخصوصا الدولاب فاتح. تعالوا دلوقتي نتفرج مع بعض على غرفة الماستر، ربنا يا رب يجعلها تعبة خير عليهم ويرزقهم فيها الخير يا رب. ده كده كان الشكل العام للغرفة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دعلهم بالبركة يا جماعة، دعلهم ربنا يهنيهم يا رب في حياتهم ويرزقهم دايما الخير يا رب. هما كانوا ناس محترمين جدا جدا، سواء العروسة أو باباها أو مامتها، بصراحة كانوا قمة في الأخلاق. حطيت لها فوق هنا لحاف للسرير الكبير وجنبه كوفرتا وجنبه مفرش الدفاية. طبعا برضو الإضاءة في الدريسنج أو في الدولاب عموما بتفرق جدا، بشكل حلو جدا للفرش. وممكن تعتمدي عليها اعتماد كلي لو انتي بتجيبي حاجة من دولابك بدل ما تنوري إضاءة الأوضة كلها. حطيت لها هنا الكوفرتات بالشكل ده، وفوقيها الفوط وفوقيها الملايات، وبرضو فوقيها فوط وفوقيها ملايات. وبكده فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، وكمان ما تبخلوش على العروسة بدعوة حلوة من قلوبكم الطيبة، ولكم بالمثل ان شاء الله. كان معاكم ايتن عبدو صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.